انت عارف ان احنا ممكن ننزل اسعار الموبايلات للنص والعربيات كمان واي حاجه تانية بتتعمل في مصر؟ تعال اقول لك ازاي. الفتره الاخيره دي في مجموعه من المبادرات بتعملها الحكومه لدعم الصناعه، زي مثلا مبادره ابدا. دي مبادره معموله مخصوص للمصانع المتعثره او المخالفه عشان يرجعوا يشتغلوا تاني، او التوسع في حاله المستثمر. في مبادره جديده لدعم الصناعه ب 30 مليار جنيه علشان المصانع تشتري الآلات والمعدات اللي محتاجينها، وبتركز على صناعة الأدوية، الصناعة الغذائية، الهندسية، وصناعة الملابس الجاهزة وغيره. تخيل معايا بقى، بدل ما المبادرات دي بتركز على مدخولات المصنع، تركز على المخرجات اللي هو المنتج النهائي. بمعنى إيه؟ يعني حاليا في حملة دعائية أكيد شفتها عن عربية صينية بتتقفل في مصر اسمها اكسيد ار اكس. العربيه عامله تقريبا 2 مليون ونص. مين بقى اللي ممكن يفكر انه يشتري عربيه صيني تقفيل مصري ب 2 مليون ونص؟ طب لو جينا بقى قلنا الدولة هتقدم دعم لكل عربية بتتباع كمساهمة في سعر العربية، بحيث إن الدعم ده يكون شرايح حسب نسبة المكون المصري في العربية، ويا ريت ما نحسبش الإيد العاملة إنها مكون مصري. في الحالة دي العربية اللي ب 2 مليون ونص ممكن مثلا توصل لمليون وربع. المليون والربع التانيين الحكومة هي اللي هتدفعهم للمصنع اللي بيعمل العربية دي كدعم. احنا هنا بقى بنعمل ايه؟ احنا هنا كده بنفعل اقوى حاجة في مصر، القوة الشرائية اللي متعطلة حاليا بسبب التضخم والأسعار العالية وإن محدش قادر يشتري. يبقى احنا كده ساهمنا إن احنا ساعدنا المصنع إنه يعمل إنتاج كتير، فيبقى في حركة بيع وشراء. هربنا من الركود والركود التضخمي اللي ممكن نبقى داخلين عليه. سهلنا للمواطن إن الأسعار تنزل، وزودنا نسبة المنتج المحلي في التجميع اللي بيحصل دلوقتي في مصر. فهتلاقي مصانع جديدة هتبتدي تفتح علشان تعمل ازاز للعربيات، كراسي للعربيات، كابلات كهرباء علشان الضفيرة بتاعت العربية، وهكذا. لان احنا محتاجين نحرك السوق اللي ابتدى يتباطأ، ويستفيد المصنع والمستهلك وكمان البنك، في الاخر الدولة طبعا.